يلا بينا نعمل طبق المكرونة اللذيذ ده بطريقة سهلة كده، حاجة كده لجوع آخر الليل. سهل وسريع وفي نفس الوقت فيه شوية خضار الولاد هيحبوه، بجد تحفة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. هاتي حلة بقى اللي هتشتغل فيها. عندي كده ده فلفل حار، طبعا لو مش بتحبوا الأكل سبايسي استغني عنه. عندي كمان طماطمية كبيرة كده مقطعاها مكعبات، وكنت كمان عاملة كده بصل مفروم فرم ناعم، يعني حطي معلقتين كده حوالي بصلاية، وكمان فص توم كده مهروس، يا دوبك كده ما تكتريش، فص او فصين بالكتير. بحط عليهم كمان مكعب كده من مرقة الدجاج، وننزل عليهم بقى بالتوابل بتاعتنا، التوابل اللي انتي حباها. انا بحط بقى كده طبعا الملح الاول، وننزل عليها برشة من الفلفل الأسمر ورشة من السبع بهارات ورشة من الكمون. أظن مفيش أسهل من كده، فلفل أسمر وسبع بهارات والكمون ومرقة الدجاج والملح، وننزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة كده من الزيت. ودي كده المكونات بتاعتنا، أظن مفيش أسهل من كده. حابة تحطي معلقة صلصة طماطم علشان تخلي لونها أحمر، أنا ما حبيتش أحط الصلصة. طبعا المكرونة اللي انت حباها، بس هي يفضل المكرونة الصغيرة دي. لو حابة تحطي اي نوع تاني برضو هتبقى كويسة. طبعا اهم حاجة بقى مية مغلية، لازم تزوديها مية مغلية. والمكرونة دي بتبقى عايزة تتاكل وهي سخنة، بمجرد ما بتبرد بقى بتلاقيها كده مسكت، هي وهي سخنة بتبقى خطيرة. بنزل عليها بقى بالمية المغلية، المية طبعا تغطيها تماما، تغطيها تماما، علشان طبعا دي اللي هتستوي فيها المكرونة. ارفعيها بقى على النار، بمجرد ما بتغلي معانا نبدأ نهدي عليها النار، زي ما انت شايفة كده بقى، نهدي عليها النار خالص. بالظبط 7 دقايق او 8 دقايق بالكتير تطلع بالجمال ده. ريحتها كانت قلبة الدنيا، وبجد طعمها تحفة، وخصوصا بقى وهي سبايسي كده في حتة تانية خالص. اتمنى تجربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم.